بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفلافل المصرية، حلوة جدا جدا وطريقتها سهلة، ما بتاخدش معاكي 5 دقايق في البيت. تقدري تعملي عجينة وتخزنيها في الفريزر وتطلعيها في اي وقت وتستخدميها على طول، بتبقى حلوة قوي وسخنة، وتقدري بقى تعمليها تحشيها ما تحشيهاش، تعمليها الشكل اللي يعجبك بطريقة سهلة قوي قوي. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في عجينة الفلافل. عندي هنا فول، وطبعا لازم اكون بلاه قبل كده، هو ده الفول بتاع الفلافل. وهنا خضرة، كزبرة على بقدونس على شبت كنت شايلاهم في الفريزر، وعندي بيضة، وعندي بصل اخضر. طبعا ممكن بالكرات بس انا ما عنديش كرات، فهعمل مكانه البصل الاخضر. ممكن تحطي بصل اخضر وكرات برضو، ممكن كله بيديله غذاء. هضربهم بقى في الكبة كلهم كده مع بعض، ومعاهم كمان شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة وشوية ملح، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا حطيت كله اهو، البيضة والفول والبصل الاخضر والخضرة، وكمان هبدأ احط عليهم ملح وكزبرة ناشفة وكمون وشوية شطة صغيرين، لو مش عايزة ما تحطيهمش. هبدأ بقى اضربهم كلهم في الكبة وانعم. دلوقتي بعد ما خلصت الكمية كلها زي ما انتوا شايفينها، وظبطت الملح بتاعها وزودت لها حطيت لها شوية ملح وكمان شوية كزبرة ناشفة زي ما انتوا شايفينها كده. انا حطيت بيضة طبعا بدل ما احط بيكنج باودر. هبدأ اعوص ايدي زيت واعملها كده اهي. طبعا البيضة هتمسكها، لو حسيت ان هي متمسكش هزود لها دقيق، واحط لها شويه كده سمسم على حبه البركه وعلى حبه كزبره ناشفه. لو عندك دي اختياري، ما عندكيش مش لازم. هبدا بقى لازم اكون مسخنه الزيت. دلوقتي انا مسخنه الزيت، هنزل بقى بالفلافل زي ما انتوا شايفينها كده، وهعمل واحده كمان واحطها متعصه زيت، وابدا كده طبعا الحجم زي ما انت عايزاه. هبدا هكمل بقى الكميه كلها واوريكم لما نيجي نقلبها. دلوقتي في واحده اهي، اول واحده حطيتها شايفين اهي، يعني نفشت لان انا حاطه عليها بيضه، ولا فكت ولا اي حاجه. لما بحط عليها بيض بتبقى احسن من اني احط لها بيكنج باودر. لو كمان عايزه تزودي بيكنج باودر او كربوناتو اللي هو بيكربونات الصوديوم يبقى برضو ينفع. بصوا ما شاء الله، مفيش ولا واحده اهي، مفيش ولا واحده فكت اهي. خلاص انا هحط هنا كمان، واللي هتستوي هطلعها. دي اول واحده حطاها اهي زي ما انتم شايفين، حلوة جدا، وشايفين نفشت ازاي اهي. والسمسم وكده بيخليها شبه الجاهزة، بتبقى حلوة يعني. لو ما عندكيش مش لازم، بس لما تعمليها في البيت هتوفري، وفي نفس الوقت هتطلع احلى، بتبقى احلى جدا جدا، وريحتها وهي بتتضرب بتبقى حلوة جدا جدا. وممكن لو كرات تبقى احسن كمان، بس انا ما لقيتش كرات فجبت لها بصل اخضر. بعد ما احط لها بصل وثوم، بصل اخضر بيبقى حلو جدا. هبدأ بقى بعد ما اطلعهم هوريكم شكلهم ايه، قلبهم كمان شكل. دلوقتي بعد ما خلصناها زي ما انتوا شايفين حلوة قوي قوي، ريحتها طالعة حلوة جدا جدا. ممكن تغيري في الشكل زي ما انت عايزة، تعمليها طويلة، تعمليها مدورة بالسمسم، من غير سمسم، اللي انت عايزاه. وممكن تعملي العجينة وتحطيها في الفريزر وتشيليها. انا ما عملتش الكمية كلها، هشيل بقية الكمية في الفريزر وتطلعيها وتعملي منها اللي انت عايزاه، يعني الكمية اللي انت عايزاها في الوقت اللي انت عايزاه. دي اللفت اهو. بصوا، اول حاجة تنقوها الصغيرة التقيلة، تكون صغيرة ومحملة كده وتقيلة، علشان ما يكونش من قلبها يبقى اسفنجي. لو قلبها اسفنجي كده، الاسفنج ده ارميه، مش هيبقى حلو ومش هيبقى مقرمش طبعا. فهي صغيرة ومحملة. تغسليها بقى، تنقعيها كذا مرة لحد ما ايه تنضف من الطينة خالص. وتتأكدي بقى، بصي ان الاحمر ده ما تشيليهوش خالص، تسيبي الاحمر ده عليها برضو، اللي هو اللون البنفسجي ده
تسيبيه ما تشيليهوش منها وما تقشريهوش وبعدين تملحيه، لا تملحيه بيها. وتجيبي لها بنجرايه، دي طبعا على حسب الرغبه عشان لونه يطلع احمر وجميل برضو. بنجرايه صغيره كده هتغسليها كويس. وبرضو انا بملح العروق ديت، والعروق برضو بتاعه اللفت بملحها مع اللفت ذات نفسه. فانا هروح بقى اغسل اللفت كويس واجي اقطع لكم التقطيعه اللي انا بحبها. عادي هتكلم. ده برضو هملحه معاه، يبقى انا هقطعه كله بنفس الشكل. وبرضو الورق دلوقتي العيدان دي هنقطعها كمان كده اهي، وهملحها معاهم اهي. هضربها في لتر ميه كده مع وملح. هقطع بقى كله بالشكل ده وارجع لكم تاني. بعد ما قطعته بالشكل ده زي ما يكون صوابع بطاطس، هبدأ بقى البرطمانات اللي عندك تمليها او علب تمليها بالشكل ده كده كلها. دلوقتي انا مليتهم كده من غير ما احط اي محلول ولا اي حاجه. هنا لتر ميه هحط فيهم البنجرايه هي مقطعاها، واحط معلقه سكر صغيره خالص، صغيرين خالص. وهنا معلقتين ملح هرميين بالشكل ده كده اهي. دول بقى هضربهم وهو ده يبقى المحلول بتاعنا ونحطه على البرطمانات. دلوقتي بعد ما ضربتهم في الخلاط كده اهو، هنبدأ بقى ايه نحطهم كده ينزل عليه. لو حطيتيه حتت كده معاه مش في اجزاء هتتحمر واجزاء لا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما عملناهم اهو، شايفين لونهم حلو جدا ازاي وشكلهم حلو قوي قوي، وبتطلع النتيجة هايلة. يا رب تكونوا استفدتوا.